واحلى اوردرات واحلى عدد اوردرات بيجي بالليل في الفتره المسائيه وانت نايم كده قاعد سامع صوت شوبيفاي عمال 10 اوردرات شغاله ورا بعضها، فبيخش في احلامك اساسا. اكتر مبيعات بتجيلي من خلال الويب سايت ولا من خلال حملات الرسائل. ناس كتير جدا ما بتحبش تتكلم مع بشر معين يقعد يقنعني، انا ما بحبش كده. انا بحب عايز اشتري حاجه بمزاجي بهدوء كده، ادخل على الويب سايت اشوف كل المواصفات، اشوف الاسعار، اقارن، اشتري. مش عايز حد يزقني ان انا اشتري. لو لقيت حد بيزقني ان انا اشتري ما بشتريش. في ناس تانية بتحب لا، انا عايز اتكلم مع انسان بشر يبدا يرد على تساؤلاتي، عشان انا ما بحبش اشتري الا لما يكون عندي اسئله جوايا كده عايز لها اجابات، عشان اقدر من خلالها بعد اما يجاوبني اقيم الوضع. وده موجود جوه الماركتنج اند سيلز فانل، قمع التسويق والبيع. في مرحله كده بعد نيه الشراء ان هو بيبدا يقيم الشركات ويبدا يقارن الشركات ويقارن الاوفر ويقارن الكواليتي ويقارن البرودكت. بعد ما بيقارن بيعمل ايه؟ بيرجع يشتري. فده بيحب يسال بشر. فبالتالي انا عندي تو تايبس اوف تارجت اودينس، نوعين من الجمهور. نوع بيحب يشتري من الويب سايت، والنوع الثاني بيحب يشتري من الرسائل. طب انا لو ركزت على حملات الرسائل فقط، في خساره كبيره جدا لجمهور ما بيحبش يشتري من الرسائل. ولو ركزت على البيع على الويب سايت، في نوع من الجمهور ما بيحبش او ما عندوش ثقافه انه يشتري من الويب سايت، هخسره. بلس عندي نوع، ده بقى نوع ثالث كده انا بحبه قوي، بينشط ليلا بعد الساعه 12. هو ده ما وروش حاجه خالص، فيروح فاتح الويب سايت قاعد بقى يتفرج وبيروح طالب الاوردر. طب انت الساعه 3 الفجر ولا 4 الفجر موظفينك نايمين، ما انت ما حدش هيرد عليه، ده طبيعي ومنطقي. لكن وجود الويب سايت بيبدا يعمل مبيعات واحلى اوردرات واحلى عدد اوردرات بيجي بالليل في الفتره المسائيه وانت نايم كده قاعد سامع صوت شوبيفاي عمال 10 اوردرات شغاله ورا بعضها، فبيخش في احلامك اساسا. فبالتالي انت لازم يكون عندك كل المنصات وكل الاماكن اللي ينفع تبيع من خلالها لعميلك.